مساء الخير. هنعمل قراميط ونخليها طعمها جميل جدا وما يكونش فيها زفارة، والزفلطة اللي في الاول ديت ما تكونش موجودة. معلش في كلمة، يا ريت اللي يشتري قراميط يخلي بتاعة السمك او اللي هتشتري منه انه يموتهولك، لان انا بجد بهدلني والتليفون وقع والسكرينة باظت، الدنيا باظت معايا بسبب ان انا ما خليتوش يموته. المهم هنغسله، اهم حاجه نشيل الزعانف بتاعته، والراس بتاعته لازم تتفتح، اوعي ترمي الراس لان الراس بتاعتها فيها لحم حلو جدا. نضفته وفتحته وشلت كل الزعانف بتاعته. والله العظيم انا كنت مبسوطه وانا بشيل الشنب بتاعه دوت لانه مررني. المهم بفتح الراس وفيها نغشيش، بالنغشيش جامده، بس حاولي تشيليها لانها بصراحه هو نضيف جدا، يعني السمك دوت نضيف جدا وطعمه حلو جدا. المهم عشان نشيل الزفاره بتاعته هنفقع عليه ليمونتين كده وشويه ملح وهنسيبه اكتر من ساعتين. انت بقى لو مستعجله ما حطي في التلاجة، الزفاره بتاعته هتنزل على طول. نحط الدقه بتاعته، توم وفلفل احمر وكمون، هنكتر الكمون وملح، وهنبدا ان احنا ندقها. وبعد ما دقيناها هنحط عليها ليمون، 3 4 ليمونات كده، وهنحط عليها سنة خل، وهنقلبهم كده ونبدأ ان احنا نحمر السمك بتاعنا. هو ما بيشربش زيت على فكرة، انا حطيت كمية زيت بس هو ما بيشربش زيت، يعني لو حطيت كمية قليلة مش هيعمل معاكي، هياخد لون وبيستوي معاكي بسرعة. المهم تعالوا نقول الفزورة بتاعت النهاردة. ايه الحيوان اللي لو شرب مية يموت، بيفضل طول عمره ما يشربش مية؟ اول ما اطلعه هو سخن كده، الدقات اللي احنا عملناها نحطها عليه، هنفضل كل ما نطلع نحط عليه. دي كانت مفتوحة حطيت في قلبيها كده، بصراحة بتشربها جميل جدا. وهنحط عليه ليمون وهنبدأ ان احنا نغطيه، والف